طيب، والله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب الراية والمستهل بأهم وأبرز العناوين. فريق أطباء الشيبين يصل أسمرة. سيمينار في سوا لمنتسبي الخدمة الوطنية. ورشة عمل حول مكافحة العادات الضارة بعلا بلد. بكين تؤكد استعدادها للعمل مع واشنطن. الحكومة الإيطالية تلتزم باتفاقها مع الاتحاد الأوروبي. وقتلى في أعصار المداري بالفلبين. مرحبا بكم. وصل فريق أطباء أثيوب يضم 35 طبيب عمومي حديث التخرج وخمسة أخصائيين وخبراء طب وصل أسمرة يوم أمس 30 من ديسمبر لتقديم خدمات صحية مجانية. وترأس فريق الأطباء نائب وزيرة الصحة الأثيوبي الدكتور ليا تادسي وعدد من المسؤولين الأثيوبيين. وأوضحت وزيرة الصحة أمينة نور حسين في مراسم استقبال الفريق الطبي بفندق أسمرة بالاس، أوضحت أن الحكومتين الإريترية والأثيوبية اتفقتا للعمل المشترك في مختلف المجالات لتعزيز عملية السلام المستمرة جيدا بين البلدين، وتأتي زيارة فريق الأطباء الأثيوبي في هذا الإطار. وذكرت أن الأطباء الأثيوبيين سيعملون مع الأطباء الإريتريين خلال الزيارة لتبادل التجارب والتعرف على الشعب الإريتري. من جانبها وصفت نائب وزير الصحة الأثيوبي الدكتور ليا تادسي وصفت المناسبة بالتاريخية، وقالت إن انتقال إريتريا وأثيوبيا بقيادة الرئيس إسياس أفورقي ورئيس الوزراء أبي أحمد إلى مرحلة جديدة للصداقة والوئام يعتبر هبة كبيرة للشعبين الإريتري والأثيوبي، وأن التعاون الجاري لأول مرة في المجال الصحي يعكس حسن الجوار والعلاقة المتطورة. وقد علم بأن الأطباء الأثيوبيين حديثو التخرج سيقدمون الخدمات الطبية لشهرين في المستشفيات والمراكز الصحية في أسمرة وكرن ومندفرة بالإقليم الجنوبي وقندع بشمال البحر الأحمر. عقد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي جدي سيمينار لمنتسبي الدفعة الثانية والثلاثين للخدمة الوطنية حول برنامج الخدمة الوطنية ودوره في تقوية الهوية الوطنية وتنمية البلاد. وقدم العقيد دبساي جدي توضيحا مسهبا عن أهداف الخدمة الوطنية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنها مهمة هامة للتطوير الفكري وتوعية الشباب وتقوية الهوية الوطنية وضمان أمن البلاد. وبعد أن قال إن نقل القيم إلى الأجيال الحديثة من أولى مهام الخدمة الوطنية، أوضح بأن البطولات والصمود الذي أبداها الشعب الإريتري ضد المستعمرين والعدائيين من القيم التاريخية المفخرة والتي يتوجب نقلها للأجيال. وفي الختام أفاد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي جدي بأن أعمال البناء عامة وأعمال البرامج الوطنية الكبيرة وتخزين المياه ومؤسسات الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية هي نتاج وعي ومشاركة الشباب، مؤكدا العمل الجاري لتطوير قدرات الشباب مهنيا وأكاديميا وذلك لضمان مستقبل البلاد. من جانبهم أهاب المشاركون في السمينار لضمان استمرارية مثل هذه السمينارات التنويرية لأهميتها الكبيرة. عقد جمعية الأطباء الإريتريين مؤتمرها 24 في أسمرة. وقال مستشار وزيرة الصحة الدكتور مسماي قبرهوت في المؤتمر إن جمعية الأطباء لها دور كبير في إدارة الخدمات الصحية وتنظيم الدورات التأهيلية وإجراء الدراسات وغيرها. ومن جانبه أوضح رئيس جمعية الأطباء البروفيسور نغاسي لاكي أن تأمين صحة المجتمع من المهام الأولية للجمعية التي تقوم بأنشطة توسيع العضوية وإعداد لوائح الجمعية وتنظيم التأهيل وأوراق الرعاية الصحية الآنية. وذكر بأن الجمعية أسهمت في خفض وفيات الأمهات
والأطفال وضمان التغطية الواسعة للتطعيم والسيطرة على مرض السل والملاريا والإيدز وضمان توفير الخدمات الصحية الأساسية. وقدمت في المؤتمر أوراق عمل حول مختلف الأمراض المنتشرة في البلاد وسبل علاجها. هذا وقد تأسست جمعية الأطباء الإريتريين عام 1994 وتضم أكثر من 190 عضو. نظم مكتب وزارة العمل والضمان الاجتماعي فرع إقليم معنسبة ورشة عمل في مدينة إيدن بمديرية علا برعد حول حقوق الأطفال ومكافحة العادات الضارة. وهدف الورشة التي شاركت فيها مختلف الجهات لتبادل التجارب والدفع بالبرامج الموضوع. وبحثت الورشة رعاية الأطفال المخالفين للقوانين والعناية بالأطفال المهملين من أولياء أمورهم وأسباب اليتم ودور المجتمع في تخفيفه وبرامج تنمية وتطوير الأطفال. وأشار مسؤول مكتب وزارة العمل والضمان الاجتماعي في إقليم معنسبة السيد جرماي جرماسيون إلى أن المكتب يقوم بمساعدة المحتاجين والمعاقين والأيتام، موضحا بأن لجان حقوق الطفل الموجودة في 9 مديريات ستعمل لمكافحة العادات الضارة. نظم في مدينة حقات أسبوع الطلاب المرحلة الثانوية بأنشطة تضمنت عروض فنية وتشكيلية ورياضية وتعريف بالمكتبة الرقمية والمعامل ومسابقات المعلومات العامة والأدب وغيرها من المناشط. وأوضح مدير مدرسة حقات الثانوية الأستاذ نصر أب الزازي أن الأسبوع هدف لتمهيد الأرضية للطلاب لتبادل التجارب والاستفادة الجيدة من موارد محيطهم ومدرستهم ورفع قدراتهم في المنافسة والابتكار والإبداع وتطوير البحوث التطبيقية والنظرية. كما قدم أولياء الأمور النموذجيين برنامج توريثي في المناسبة. وقد ذكر مسؤول التعليم في مديرية حقات الأستاذ صالح إبراهيم أن جهود تقديم خدمات تعليمية متوازنة تحقق نتائج جيدة، داعيا لتعزيز مشاركة أولياء الأمور والجهات المعنية لنتائج أفضل. وقدمت في ختام الأسبوع الجوائز والشهادات التقديرية للفائزين في المسابقات والشركاء المساهمين. مشاهدونا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. قالت وزارة الخارجية الصينية أن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه زعيما البلدين في المحادثات التي جرت في الأرجنتين. وقال لو كانغ المتحدث باسم الوزارة إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مرت بعواصف من قبل، لكن العلاقة المتينة عادت بالنفع على البلدين فضلا عن تعزيز الاستقرار العالمي. جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية بعدما أبلغ الرئيس الصيني شي جي بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل بدعم العلاقات الصينية الأمريكية التي تتسم بالتنسيق والتعاون والاستقرار. وأكد بينغ خلال اتصال هاتفي أن الاجتماع الذي عقده أوائل الشهر الجاري في الأرجنتين مع ترامب كان ناجحا للغاية، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى توافقات مهمة. وأضاف أن فريقي البلدين يعملان بنشاط من أجل تنفيذ هذه التوافقات، معربا في نفس الوقت عن أمله في أن يلتقي الفريقان في منتصف الطريق بهدف التوصل إلى اتفاق مفيد للبلدين والعالم في أقرب وقت ممكن. فتت الحكومة الشعبوية في إيطاليا بموافقة نهائية من البرلمان لموازنتها لعام 2019 لتتمكن من الالتزام بالمهلة قبل انتهاء مدتها بنهاية العام بعد مناقشات محدودة لخطط الإنفاق في أعقاب السابع من الاشتباك مع الاتحاد الأوروبي. وصوت 313 نائبا بمجلس النواب لصالح الموازنة التي وافق عليها بالفعل مجلس الشيوخ بينما عارضها 70 نائبا. وتأتي الموافقة عشية انتهاء المهلة في 31 من ديسمبر ليتم تجنب اتخاذ إجراء خاص كان سيتم تحديد الإنفاق العام وفقا لموازنة العام الحالي مع احتمال حدوث اضطراب بأسواق المال. وقال الائتلاف الحكومي إن الوقت كان محدودا نظرا للمفاوضات الطويلة مع المفوضية الأوروبية التي أسهمت في تجنيب إيطاليا التعرض لغرامات.
وتأتي الخطوة بعد أسابيع من مفاوضات عصيبة مع الاتحاد الأوروبي الذي يستعد أيضا لخروج بريطانيا العام المقبل. أفادت الحكومة الفلبينية اليوم الاثنين بأن حصيلة القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات التي نجمت عنه طول أمطار غزيرة بسبب منخفض استوائي شرقي الفلبين ارتفعت إلى 61، فيما لا يزال 18 شخصا في عدد المفقودين. وتم الإغلاق عن 50 من الضحايا في جزيرة بيكول بالمنطقة الشرقية، في حين توفى 11 شخصا في منطقة جزر فياسياس الشرقية المجاورة. يتأهب مسبار صيني للهبوط على الجانب المظلم من القمر في خطوة علمية عالمية غير مسبوقة تعزز البرنامج الفضائي للصين. وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية إن مسبار تشانغ إي 4 دخل في مدار القمر، وأنه بات مستعدا لأول هبوط سلس على الجانب البعيد من القمر وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا. غير أن وكالة الفضاء الصينية لم تذكر موعد هبوط المسبار على الجانب المظلم للقمر الذي لا يمكن رؤيته من الأرض مطلقا، نظرا لأن القمر يدور حول نفسه بنفس السرعة التي يدور بها حول الأرض، مع العلم أن المركبات الفضائية السابقة تمكنت من رؤية ذلك الجانب المظلم، غير أنه لم تهبط عليه أي مركبة على الإطلاق. وكانت الصين أطلقت المسبار تشانغ إي 4 على متن الصاروخ لونغ مارش 3 بي من محطة الإطلاق في شيت تشانغ في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.